السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهاردة هنعمل الرز المعمر الفلاحي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. احنا هنا في ممكن بيعملوا في البرام او في الصينية. طبعا انا كان عندي بصراحة البرام فانكسر مني فايه، فقلت بقى ايه اعمله المرة دي ايه في الصينية يا حبايبي. طبعا احنا معانا بقى ايه الرز، احنا دي كده زبدة انا مسيحاها يا حبايبي. وطبعا اللبن اهو بقى انا كنت طبعا ايه يعني كنت غالياه. والرز نوت يا حبايبي ايه في قلب الصينيه، وطبعا معايا معانا كوبايه ميه، ومعانا هي سمنه فلاح حبايبي في قلب الرز. طبعا لما بنيجي نحط الرز يا حبايبي بنسيب عقلتين في قلب الصينيه. لان طبعا كده كده الرز لما بيجي يستوي العقلتين دول بقى طبعا بيكون الرز استوى من الميه ايه واللبن يا حبايبي، او زي ما انتم بقى شايفين اهوت. وطبعا احنا كده قلبنا الرز في قلب الزبده الفلاح حبايبي مع في سمنه الفلاح انا كنت مسيحاها. ونيجي هنا الزبده دي انا كنت مسيحها علشان تعرفين ايه من الجو ساقع طبعا، فانا كنت حاطاها ايه في التلاجة. ادي يا حبايبي نبدا بقى نقلب الايه السمنه مع الزبده مع الرز يا حبايبي اهوت، ونحط له بقى طبعا ايه سنه ملح كده. طبعا في اللي بياكلوا بسكر وفي اللي بياكلوا بملح. انا عن نفسي انا واولادي بنحبه بالسكر. فطبعا هي عامه الخطوات واحده سواء كده او كده، بس بتفرق ان انت عايزاه بسكر او عايزاه بايه بملح حبايبي. او زي ما انتم بقى شايفين كده. احنا بقى نبدأ بقى بتقليب الرز. طبعا بقى كده ايه لازم نغمره في السمنه بقى والزبده حبايبي اهو. وطبعا زي ما انا قلت لكم اللبن احنا كنا ايه غاليين فيه، ممكن تغليه وفيه ممكن ما تغليه، بس انا طبعا بغليه زياده تاكيد. وطبعا يا حبايبي لما نيجي نغلي اللبن بتاخديه الاول تاخدي منه ايه جزء كده في قلب معلقه، وعلى العين بتاع البوتاجاز وايه وتحط المعلقه فوقيه. طبعا لو اللبن جبن منك بتعرفي انه كده ما يصلحش ان احنا نعمل فيه ايه اي رز، ان لما طبعا لما بيجبن بيبقى عامل طبق سميكه كده في الرز فمبقاش كويس مع الرز المعمر. طبعا لقيناها اللبن سايل كده وجميل، تعرف ان كده اللبن حليب يا حبايبي. طبعا انا هنا في الخلاط اهوت حاطط فيه بقى ايه دي تكايه بقى. دي تكه بقى ايه ان شاء الله تخلي الرز اجمل واجمل. طبعا انا حاطه السكر او الملح حسب بقى ما انت تحبي. انا حاطه السكر. فبنعمل ايه بقى قبل ما بحط اللبن على صينيه الرز؟ بنزل باللبن كله بقى فين يا حبايبي في قلب الخلاط اهوت او في كبه. طبعا بديله لفتين كده في الخلاط فبيعمل فوم. الفوم ده بقى لما بنيجي نضيفه اللبن بقى في قلب الرز ما شاء الله بيعمل وش كويس جدا اهوت يا حبايبي. وطبعا احنا لازم يكون معانا ميه علشان ايه يبقى الرز جميل كده ومفرفر. اي يا حبايبي. وطبعا سواء اللبن بقري او اللبن جاموس احنا هنا اهوت. طبعا اللبن اهو هشوف بصي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اللبن جميل جدا اهوت. بعد ما ضربناه في الخلاط شفتوا الفوم اللي اللبن عامله. ده بقى ما شاء الله زي ما انا قلت لكم بيخلي الرز ما شاء الله تبارك الله يعني جميل جدا. ادي يا حبايبي وده زي ما انا قلت لكم ايه هتعملي بملح حطي الملح مع اللبن. هتحطي إيه هتعملي بسكر تحطي برضو سكر مع مع اللبن. إيه طبعا إيه بس في الملح بقى ما نزودش الملح قوي لانه سبحان الله يعني اللبن بطبيعته يعني اقل سنه ملح فيه بان. هتعمليه بالسكر بقى اقل شويه لبن برضو بيبقى اقل اسفه شويه سكر بيبان فيها حبايب. اهو شوف بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ساعه ما نزلت بقى اللبن يا حبايبي اهوت في قلب الرز ما شاء الله جميل جدا اهو. تلاقي عامل وش تخين كده على الرز من فوق يا حبايب اهو. ما شاء الله جميل جدا. ان شاء الله بقى ايه تجربوا الوصفه دي كده وتجربوا الرز الجميل ده وتعملوه، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وتضغطوا لي لايك واشتراك في القناه. واللي اول مره يشوفني ويتابعني يشرفني كده باللايك والاشتراك في القناه بتاعتي ويضغط زر الجرس ويفعل الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايب. اهي اهي يا حبايبي زي ما نشوف كده بقى احنا ايه قلبنا اللبن وكله ببعض اهوت. هننزل بقى بايه بمج الميه يا حبايبي. ليه بقى زي ما انا قلت لكم عشان الميه بتخلي الرز مفرفر كده مبقاش معجن مننا يا حبايبي. اهو بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وطبعا بقى احنا زي ما انتم عارفين احنا الرز المعمر في يعني في ناس تقول عليه الرز المدسوس، لكن احنا بقى بالنسبه لنا احنا في الارياف عندنا نقول الرز المعمر. بسم الله ما شاء الله يا جماعه بصراحه جميل جدا. وطبعا بقى ما يعني ايه الرز يعني ممكن ناخد الرز المعمر ده اكنه زي ايه زي مثلا حلو دي تحليه بعد الاكل. وفي مثلا ناس بتعمل مثلا عليه يبقى في وسط الاكل كده مثلا مع لحمه مع شوربه ولحمه وكده، يعني في ناس بتاكله هو بالملح. لكن بالنسبه لنا احنا هنا احنا بنحبه بالسكر يا حبايب. اهي ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقه يا حبايبي، هي ما شاء الله سهله وبسيطه جدا اهو. طبعا احنا بنبقى كنا ايه مولعين بقى البوتاجاز او الفرن حسب ما تحبي تسوي يعني.
وطبعا بنولع الجوانب بتاع البوتاجاز. يا بصي يا حبيبي، انا عن نفسي انا سويته في البوتاجاز عشان كمان انا عامله بالليل كده، فعندي الفرن فوق. فطبعا فاحنا بقى بالليل بقى، فقلت لا اسويه المره دي فين في الفرن البوتاجاز يا حبايبي. اهوت. طبعا بقى ايه، النار بتاعته بتبقى عاليه، وطبعا لما الرز طبعا تلاقي الوش احمر كده لما انت بتولعي الجوانب. طبعا تعملي ايه، الرز طبعا بيحمر، فتقوم مغطيه الوش من فوق. وطبعا بقى ساعه ما بياخد له غلوتين بنقوم موطين القعر بتاعه حبايبي. وبص بقى الرز ايه، ياخد ويد مع بعض. ادي يا حبيبي ما شاء الله الرز اهو بعد ما طلع، بسم الله ما شاء الله. انا يعني خدت بقى منه معلقه كده، ما شاء الله جميل جدا اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميل، والرز مفرفره كده اهوت. ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. احلى رز معمر فلاحي. تاكلوا طبعا، وان شاء الله لما تجربوه. طريقه سهله وبسيطه جدا. وان شاء الله بقى ايه، ما تبخلوش عليا بقى باللايك حبايبي عشان يرفع الفيديو، والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني